اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين والمتابعين ليا اصدقائي وصديقاتي. النهارده ودلوقتي بكلمكم في موضوع مهم جدا. انا برجو من كل المصريين اللي بيشاهدوا الفيديو دلوقتي، ارجوكم ادعموا جيش بلدكم، ادعموا رئيس جمهورية مصر. ارجوكم، مصر محتاجة لكل وطني شريف. دلوقتي ما بقاش في وقت ان احنا نختلف مع بعض، دلوقتي الاتحاد قوة. الجيش الامريكي وصل غزة، الجيش الامريكي وصل غزة وعلى الحدود المصرية، فما فيش وقت لأي خلاف. يا كده يا هيبقى مصيرنا زي مصير باقي دول المنطقة. طبعا احنا مش هنرضى على نفسنا الكلام ده، لا احنا هنرضى بالكلام ده، ولا جيش مصر هيرضى بالكلام ده، ولا رئيس مصر هيرضى بالكلام ده. واحنا ما بنتهددش، واحنا الاخر مواطن مصري من 120 مليون مصري ومصرية لن نقبل ولن نرضخ للطموح رامبو الامريكاني ابدا ابدا. واوعى تفتكر، والكلام ده انا كمواطن مصري انا بوجهه لترامب ونتنياهو، اوعى تفتكروا ان احنا دوله ضعيفه. انتوا بتتكلموا على اسرائيل وحمايه اسرائيل، اسرائيل دوله قد كده، يعني بومبه تترمي على اسرائيل بلح، مفيش اسرائيل تاني، بقتكم تراب. افهموا، احنا شعب جبارين، والكلام اللي بقوله ده من مواطن مصري لترامب ولنتنياهو والدلدول ايدي كوهين اللي مسيبينه على السوشيال ميديا. مصر للمصريين، محدش يقدر يدخلها. غزة للفلسطينيين، أرضهم. ومن هنا وبناشدكم كلكم، احنا بنقول للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زعيم العرب، احنا كلنا معاك وكلنا وراك وكلنا تحت رهن اشارتك. وقت ما هتطلب المصريين داعمينك بمنتهى القوة. جيش مصر هو شعب مصر، ده شعب جيش وليس جيش لشعب. المصريين كلهم جيش، 110 مليون مصري ومصرية دول جيش مصر الحقيقي. انما اللي موجودين في سينا اللي لابسين زي عسكري دول اخواتنا واولادنا وابنائنا، رقبتنا قبليهم. الموقف خطير، الموقف ما يستحملش ان يبقى فيه اتنين مختلفين على حاجه. منذ قليل مصر هددت بوقف اتفاقيه كامب ديفيد. اتفاقيه كامب ديفيد دي هي ضرة العقد التي تتباهى بها امريكا، عشان تبقوا فاهمين. لان في حرب 73 اللي اتدخلت لانهاء المعركه كانت امريكا، رغم احنا ما كناش بنحارب اسرائيل، احنا كنا بنحارب امريكا. ولما بقيت انت في موقف القوه، امريكا التجأت معاك لايه؟ للسلام. احنا مش ضعفة، احنا عندنا جيش قوي جدا، عندنا رئيس جمهورية ذكي جدا سلح جيش مصر على اعلى مستوى. نزلوا لنا فرقة اسمها البلاك ووتر. البلاك ووتر اي المياه السوداء، دي اللي دخلت في غزو العراق. الفرقة دي اللي دخلت في غزو العراق، ودي بيرقصها جنرال متقاعد اسمه إيريك بريس. ده جنرال من المارينز الأمريكية، أرسل قواته لغزو وحصار الجيش المصري. أرسل قواته لغزو غزة وحصار الجيش المصري. خلي بالكم
الحتة دي. اخبار عن مقتل بعض من الجنود المنتمين للبلاك ووتر في قطاع غزة. دول يا جماعة البلاك ووتر ده عشان تبقوا فاهمين، دول مجموعة كانوا في الجيش الأمريكي وطلعوا معاش، يعني أعمارهم بتبقى من سن 30 35 40 سنة. بعد كده بيتطوعوا في زي ما يكون جيش قطاع خاص، قتلة مأمورين. دول اسمهم القتلة المأجورين. وياما شفنا افلام لارنولد شوارزينجر وستيفن سيجال، وشفنا الافلام الامريكيه. دول عباره عن المجموعه دي عشان تبقوا فاهمين يعني. نبدا بقى حلقتنا بتاعت النهارده، ودي حلقه مهمه جدا وخطيره. قبل ما هنبدا احب ارحب بحضراتكم، اللي معاه كوبايه شاي يشربها، اللي معاه فنجان قهوه يشربها. حلقه قويه جدا. مصر تتحدى ترامب، وعندنا خطه عسكريه مدنيه بدعم من الامير محمد بن سلمان لاعمار غزه. الامير ترك الفيصل ده الراجل المحترم العظيم ده كان سفير السعودي السابق في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وترأس جهاز الاستخبارات السعودية سابقا يعني. أعلن الأمير ترك الفيصل عن دعم السعودية للتوجيهات المصرية، يعني ان الرئيس السيسي كمان 7-8 أيام تقريبا يعني لما يلتقي بالرئيس ترامب في البيت الأبيض سيكون مدعوما من الدول الخليجية. ولكن على الجهة أخرى نتنياهو يحرك الجيش الإسرائيلي لتهديد مصر. أول حاجة عايز أقولها، عندنا خبر إن ترامب مع إسرائيل. ترامب خد وعد من إسرائيل إن هي هتسلمه غزة كاملة لأمريكا في نهاية القتال. يعني إيه الكلام ده يا عم أمير؟ يعني الحرب مكملة، الحرب ما انتهتش. واخدين بالكم من الجزئية دي؟ الحرب مكملة في غزة. اللفظ بتاع نهاية القتال يعني لازم تكون غزة كوم تراب. وربنا كبير، وجو شتاء والجو برد على اخواتنا في غزة، والجيش المصري والحكومة المصرية ورئيس مصر داعمين لاخواتنا في غزة، ومش هنسيبهم، مش هنسيبهم. انتوا امانة في رقبتنا. في بقى جزئية بره الموضوع بتاعنا خالص. اسرائيل كام مليون؟ مساحة اسرائيل قد ايه؟ ما انت جاي تحاصرني. احنا يا جماعة عشان تبقوا فاهمين، احنا بنتحدى وبنعادي اكبر دولة تمتلك اقتصاد في العالم، اكبر قوة عسكرية عالمية، امريكا. امريكا. فهموا الحتة دي قوي. شوفوا دماغ بتاع الراجل رئيس امريكا رامبو، اللي بيفكر مش بدماغ رئيس دولة كبيرة زي امريكا، ده بيفكر يعني اعزنه رئيس شركة عقارات، رايح تشتري منه شقة، رايح تشتري منه شقة فيلا في كومباوند. هي دي الدماغ بتاعته. يعني انا متهيالي ان احنا اخطأنا لما دعمنا هذا المتهور. يعني ده قاعد على الكرسي حسسنا ان هو اسرائيلي اكتر من الاسرائيليين. ده بيتكلم في طموحات واحلام نتنياهو نفسه ما كانش يقدر يعرضها عليه. ده فاجئ، يعني فاجئ ترامب، فاجئ نتنياهو ان هو بقى يعرض حاجات نتنياهو ما كانش يقدر يتكلموا فيها. ايه الراجل ده؟ وثقوا تماما. اسرائيل مستنيه المرحله الاولى من اتفاقيه وقف اطلاق النيران، تسليم الاسرى، وبعد كده صدقوني الحرب مكمله في غزه.
الحرب مكملة في غزة، وهنعرف ليه واحدة واحدة مع بعضينا. ده الأمير تركي الفيصل، نشكره ونشكر الأمير محمد بن سلمان لدعم مصر. أنا عايز أتكلم النهاردة أكتر، ما أوريكم صور. ربنا كبير. أنا في حالة بصراحة، بس أنا ثقتي كبيرة قوي في رئيس مصر وجيش مصر، وكلنا ندعم قواتنا المسلحة المصرية، كلنا ندعم قواتنا المسلحة المصرية، وكلنا دلوقتي ندخل نكتب تعليقات ندعم القوات المسلحة المصرية، لأن فعلا يا جماعة الجيش والدولة كلها محتاجة كل واحد مصري شريف يطلع يتكلم. لكن ان احنا بنشوف بعض الحاجات هنتكلم كده، وبعض الدولة كلنا محتاجين ايدينا في ايدين بعض. التكاتف الشعبي، التكاتف الشعبي للتصدي للعدوان الامريكي. امريكا دلوقتي في غزة، الجيش الامريكي في غزة، مفيش وقت ان اتنين يختلفوا. احنا بنتعامل مع راجل بيدير اكبر دولة في العالم بدماغ رئيس شركة عقارات، بيتكلم بيقول ايه؟ انا عندي شركة العقارات بتاعتي عملاقة، هاخد غزة دي كلها ملكية امريكية، وهعمل فيها مشروع عقاري يحقق ارباح مليارات الدولارات لمصر ودول الخليج. شوفوا الدماغ، شوفوا العقل. عرض على مصر خدوا اهل غزة، قلنا لا، اهل غزة في غزة. عرض على الاردن، ملك الاردن قال لا، اهل غزة في غزة. طب طالما انتم مش عايزين، انا هوديهم يا اما سوريا يا اما ايه، الصومال، وهتخسروا، هنسدد ديونكم وهنديكم فلوس، ومش برضه مش عايزين. الموضوع مش مجرد سبوبة، موضوع غزة ده أمن قومي لمصر، مش بيع وشروة. مصر تصعد الأمور ضد ترامب وإسرائيل، لازم تفهموا الحتة دي. مصر بتقول لا بقوة ضد ترامب وإسرائيل، وعندنا حملة دبلوماسية وعسكرية لإجهاض خطة ترامب. الصحيفة الأمريكية سوتشت تؤكد ان الجيش المصري ارسل رساله الى الكونجرس الامريكي وقياده البنتاجون، قياده الجيش الامريكي، وحذرنا ان الخطوه اللي بيخطيها ترامب دلوقتي الاستيلاء على قطاع غزه تهديد وكسر اتفاقيه كامب ديفيد للسلام. قضيه غزه لمصر عموما احنا بننظر لها ازاي؟ ما كل واحد بيبص لغزة من نظرته الخاصة، واحنا قلنا ان الدول بتحكمها المصالح، ولكن العلاقة اللي بيننا وبين اهل غزة مش علاقة مصالح. ده الموضوع مش فرصة بالنسبة لنا احنا، يعني دي مش فرصة استثمارية او حتى فرصة لسداد ديون مصر، لا لا خالص. الاعلام، بصوا الاعلام الامريكي شايف ترامب ازاي، والعالم كله، انك في مصر تتصدى الى اقوى دولة في العالم عسكريا واقتصاديا. عشان ايه؟ عشان بتدافع على العقيدة الفلسطينية والهوية الفلسطينية. دي عقيدة الجيش المصري، هو جيش حامي، جيش رادع. فهموا الحتة دي. اللي بيعمله ترامب في غزة او اللي عايز يعمله ان شاء الله مش هيقدر يعمله،
ده اسمه تطهير عرقي يا بتوع حقوق الانسان، يا بتوع حقوق الانسان. اللي بيعمله ترامب ده اسمه تطهير عرقي، وان شاء الله مش هينجح. اهو عارفين الراجل ده؟ طبعا الراجل ده الرئيس العظيم محمد انور السادات. ده كان بيحارب في حرب اكتوبر سنة 73. ده كان بيحارب امريكا. وكمان انا عايز اقول لكم على حاجة، ده كمان ان جماعة الخرفان او الاخوان، الناس المنزوعة من الرجولة ومن الشهامة. بصوا كاتبين ان واشنطن بوست منزله ايه، اتفضلوا، ده عن طريق او على موقع رصد الاخوانيه التي تبث من بريطانيا وبتديرها المخابرات البريطانيه. بريطانيا هي بقت معقل جماعه الاخوان وقيادات الاخوان، مش انتوا فاهمين. قال ان واشنطن بوست الامريكيه قالت ان ترامب يستدعي السيسي وملك الاردن للبيت الابيض الاسبوع القادم. ده عنوان شبكة رصد، فاهمين؟ اما العنوان الصحيح ان ترامب يستقبل الرئيس السيسي وملك الاردن. شوفوا اللعب بالالفاظ. انا عايز بس اسال يعني الجماعه الاخوان دول، يعني انتوا ايه اللي بيجروا في دمكم ده؟ يعني ايه اللي بيجري في عروقكم ده؟ لو ميه ساقعه مش كده. ده مفيش حتى. مع الكبير بتاعكم محمد عاكف كان مرشد، قال ايه؟ الوطن ليس الا حفنة تراب عفنة. فعلا كل يوم بتثبتوا لنا ان انتوا جماعه خونه، جماعه من الخوارج. دي حقيقه. يعني انتوا طالعين تهاجموا في الجيش المصري، وطالعين تهاجموا وتقزموا من الاعمال العظيمه اللي بيعملها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطالعين تطبلوا لاحمد الشرع اللي على ارضه اتبنى 3 قواعد عسكريه اسرائيليه. ولا انتوا مش واخدين بالكم؟ ده انتوا حتى الخيبه معاكم جايه يعني كبيره قوي. مصدر مصري مقرب من المخابرات او الاستخبارات الامريكيه بيؤكد ان تحركات الجيش المصري في سيناء ليست لاستعراض القوه. افهموا الحته دي. الجيش المصري مش بيطاطا عضلاته، لا لا لا. الجيش المصري لما بيتحرك داخل يحمي، داخل يصد عدوان. الجيش المصري ما بيهرجش، وما بيعرفش يعني ايه تهريج. وان مصر هتتحرك عسكريا لو التهجير بدأ، واننا منذ 7/10/2023 الحركه اللي عملتها حماس اللي خربت الدنيا. وانا بشك اصلا في حماس ان الجماعه دي بتديرها الموساد الاسرائيلي. اعتقادي كده. ايه الفايده اللي عادت على فلسطين؟ ايه الفايده اللي عادت على المنطقه كلها، على الشرق الاوسط؟ دمار 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 للشرق الاوسط كله. عايزين يهجروا اسرائيل، الفلسطينيين عايزين يهجروا اهل غزه. تهديدات. احنا بقى شعب ما بنتهددش، لان اللي عنده جيش زينا يعرف يتكلم. احنا ما بنتهددش. وطبعا الجيش المصري مستعد من اول لحظه حصل فيها العدوان بتاع حماس ده بتاع 7 اكتوبر. الجيش المصري بيجهز معدات ودواشم ولوجستيات لمعنى ايه بقى؟ اجتياح الجيش الاسرائيلي المحتمل لسيناء. الجراوي بتوع الاخوان في العدوان الثلاثي، هفكركم كلام بيجيب بعض، كانوا بيشككوا في الرئيس الراحل عبد الناصر. واخدين بالكم؟ اللي
أمم قناة السويس. وفي النكسة سنة 67، وعلى فكرة نكسة 67 أنا والدي، أنا بكلمكم بمنتهى الصراحة، أنا والدي أسير حرب 67. فكلنا علينا، كلنا لو الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر كلنا هنبقى على الجبهة، كلنا هنبقى على الجبهة، وأنا أول واحد وابني الوحيد هاخده معايا. دي أرضنا عرضنا، لا بنفرط ولا بنبيع ولا بنخون. دي عقيدة رئيس مصر والجيش المصري وشعب مصر، من كبيرنا لصغير. مش تبقوا فاهمين، لا ترامب ولا نتنياهو. وهقول لكم تاني، اسرائيل دولة قد كده، دويلة عايزين توسعوا مهما توسعوا برضو قد كده، كام مليون. وهقولها تاني، لو شبكنا ايدينا في ايدين بعض من اسوان، من غير مدافع، من غير اي حاجة، سدود بشرية، شبكنا ايدينا في ايدين بعض من اسوان هندخل تل ابيب. مش انتوا فاهمين؟ احنا مش هنحتار في اسرائيل. اسرائيل بومبا تخليها كوم تراب. فخاف يا ترامب على نتنياهو واهله، خاف، لان الشعب ده بقاله 7000 سنة على الارض دي. مش هيجي واحد حضارته ما كملتش 400 سنة ويتنطط. اعرف ان دي مصر، ولو كنتوا بتتكلموا بنازع ديني، فمصر مذكورة في سفر أشعياء النبي في التوراة والعهد القديم، إصحاح 19 في بداية الإصحاح مكتوب إيه؟ من مصر دعوت ابني. وفي نهاية الإصحاح 19 مبارك يا شعبي مصر. ربنا أخص شعب مصر بتاعه، مش شعب إسرائيل. طبعا الكلام يعني احنا بنترحم على الرئيس الراحل السادات، ألف رحمة ونور عليه، وعلى جمال عبد الناصر، زعيم قائد عظيم. انتوا عارفين ان الإخوان حرضوا على قتل السادات ورايحين بيطبلوا دلوقتي، بيطبلوا لأحمد الشرع اللي على أرضه 3 قوات عسكرية إسرائيلية، اللي علم إسرائيل يتعلق على القنيطرة. أنا مش عايز أدخل في موضوع بتاع سوريا ده. الإخوان بيحلموا إزاي يدمروا مصر وجيش مصر، ولما يجي لك رئيس وطني زي الرئيس عبد الفتاح السيسي لازم يدبوا فيه، لازم، لأن الراجل ده بيعمر مصر وهم عايزين خراب لمصر. الإخوان تحمل الخراب في أي مكان. مجلة معاريف العبرية عملت تقرير لتصريحات ترامب عن غزة، وقالت على فكرة إن مصر تدرك إن كلام ترامب ده مش بالونة اختبار، مش كلام في الهواء. وادينا شفنا إن البلاك ووتر نزلوا غزة دلوقتي. ماشي. كمان بيقول ايه؟ ان القياده العليا ورئيس الاركان الامريكي خلي بالك انت في اي لحظه هتنتشر القوات الامريكيه في قلب غزه، وده اللي حصل امام القوات المسلحه المصريه. دي معاريف الاسرائيليه اللي بتقولها، الكلام حصل فعلا. اللي بتقول الكلام ده ونقلت تصريحات نتنياهو، اللي قال لك ايه بقى نتنياهو؟ قال لك نحن نغير الشرق الاوسط للابد ومكملين في الحرب. انا عايز اقول لترامب ونتنياهو الكلام ده عندها، لو مش موجود الجيش المصري تقدروا تغيروا الشرق الاوسط، بل تقدروا تغيروا العالم. لكن منطقه الاقليم اللي فيه الجيش المصري محدش يقدر يهوب ناحيته، عشان ربنا حامي الاراضي دي
المذكورة في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن. دي حماية إلهية، حماية ربانية، عشان تبقوا فاهمين. ده عشان انتوا بتقولوا لو مصر ما قبلتش بالتهجير هيحصل للراجل المعتوه دوت الحاخام الإسرائيلي. ده راجل معتوه، بيقولوا إن إيده بتنور ومش عارف إيه، كل تنبؤاته غلط على فكرة. وده ليه موردين كتير من الشباب الإسرائيلي وحوالين العالم يعني، عشان تبقوا فاهمين. كمان وترامب طلع قال هناك بلاد اخرى غير الاردن ومصر هتاخد سكان غزه عندها. ترامب بيقول مش هتاخدوهم في سينا، طب انا هوديهم سوريا والصومال، اي دوله تانية، ايه واللي انا عايزه هعمله، وهغريهم بالفلوس، بوظيفه، ببيت، بحاجات، بمبلغ مالي في البنوك. وبعدين يبص لمصر ويقول لها ايه، انا كده كده ههجرهم، تاخدوهم عندكم وتسددوا ديونكم، والله هجرهم لاي دوله تانية ومفيش سداد للديون. لا يا عم، احنا مش عايزينك تسدد لنا ديوننا. احنا ممكن يكون الناحيه الماديه والاقتصاديه عندنا دلوقتي مش قوي، بس ان شاء الله بالتطور وبناء المصانع والعلماء اللي عندنا اقتصاد مصر زي ما المجله الامريكيه طلعت وقالت، البريطانيه طلعت قالت، الجارديان قالت ان على سنه 2030 هتكون مصر تتبوأ المركزة السابعة عالميا من الناحية الاقتصادية. فعمر الأزمة ما هتدوم. كمان بيهددونا بسد النهضة، ولا يعني يا تاخدوهم يا نجولها. احنا يا عم ما بنجوعش، الأرض دي أكلت العالم. وأيام سيدنا يوسف يشهد إن احنا اللي أكلنا بني إسرائيل، شعب مصر. فاحنا طول عمرنا خيرنا عليهم. احنا مش بنتكلم تاريخ، احنا بنتكلم دين بقى يا عم ترامب، انت ونتنياهو. وهقول لك تاني، اسرائيل دويلة صغيرة، يعني لو بومبا اترمت مش هقول لك بقى ايه، هنضربها بومبا هتبقى كوم تراب، وهترجع تعيط يا ترامب انت ونتنياهو. احنا بنعشق الموت، احنا بنحب الموت، لان الحياة عندنا رخيصة عشان احنا غاليين، لكن امثالك الحياة عندهم غالية عشان رخاص. ده الفرق اللي بيننا وبينكم. كمان تحديات كبيرة هتبقى قدام السعودية، لان السعودية خلي بالكم السعودية دلوقتي مشغولة بملء الفراغ الايراني في سوريا. فاهمين الحته دي؟ مشغوله جدا في انجاح مشروع. كمان الامارات لها مصلحه كبيره جدا في انجاح مشروع الممر الهندي. ايه هو مشروع مسار الممر الهندي. ده مشروع كبير وبيعادل او بيوازي في الطريق قناه السويس. هو هيضرب قناه السويس. كل دوله بتفكر لمصلحتها. ان شاء الله ده مش هيتم برضه. ليه بقى؟ لان ده هيبقى تحالف وتطبيع رسمي نظمي فهمي مع مين؟ مع اسرائيل. ده الدول هتمشي واحده واحده. هوريكم حتى الخريطه حاليا اهو. ده مسار بومبي. ده هيبتدي من بومبي الهند، هيمر على ابو ظبي، على الدوحه، على كذا، على دول الخليج كلها يعني، هينتهي في ميناء تل ابيب اسرائيل. عرفتوا بقى ازاي؟ كمان قطر على ارضها، مش فاهمين يعني، قاعده العداد الامريكيه
انت بتتحدى العالم كله، بس السعوديه واقفه معاكم في ظهرك عشان تبقوا فاهمين. كل العالم دلوقتي انت ضده. الدوله الوحيده اللي واقفه معاكم في ظهرك السعوديه، دوله صاحبه مواقف مشرفه، دي حقيقه. وبيان السعوديه الاخير قوي جدا في الجارديان البريطانيه، بتقول ايه؟ مرحبا. اتفضل. بتقول لكم ايه بقى الجارديان؟ مرحبا بك في عالم ترامب، وحيث يرى رجل العقارات الدولارات بين ركام غزة. ترامب شايف ان غزة عبارة عن سبوبة، حتة أرض حلوة جامدة هيعمل عليها مشروع سياحي، منتجعات سياحية. أنا بقول لكم الكلام ده لأ. عارفين ليه؟ لأن الساحل بتاع غزة مليان ثروات طبيعية من عند ربنا، غاز طبيعي وبترول، ولا منتجع ولا بتاع. بعد كده هيفكروا يعملوا، ممكن يعمل منتجعات، انا ما فيش مشاكل، بس اللي اهم من المنتجعات ان هيعمل قناة بنجوريون عشان يضرب قناة السويس. فهمتوا اللعبة؟ عشان كده انا بقول لكل المصريين بكل اطيافهم، ده مش وقت ان احنا نختلف مع بعض. لو انت زعلان من السيد رئيس الجمهورية، السيد رئيس الجمهورية ده رئيس جمهورية بدرجة مقاتل. مفيش حد يقدر يحط رقبته على كفه عشان وطنه إلا إذا كان رجل وطني شريف، رجل مقاتل. الرئيس عبد الفتاح السيسي، قواتنا المسلحة المصرية تاج على رؤوس كل المصريين. وقت ما هتؤمر يا ريس احنا معاك وهتلاقينا معاك. أرجوكم حافظوا على جيش بلدكم، ادعموا جيش بلدكم. أخيرا وليس آخرا، نلتف جميعنا خلف القيادة السياسية الرئيس المحبوب عبد الفتاح السيسي وقواتنا المسلحة المصرية، ونردد تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر بيكم وليكم. ويا رب احفظ بلادنا واملاها من خير. سلام.